يوم جميل كان يونس وليلى بيلعبوا جنب الغابة السحرية، وفجأة سمعوا صوت من بعيد بيطلب المساعدة. جريوا يشوفوا فيه إيه، واتفاجئوا بأدوات صيد محطوطة على الأرض، وبصوا قدام لقوا الصياد واقف قدام قفص، وفي غزالة صغيرة شكلها خايفة واقفة في القفص. يونس كان عايز يهجم، بس ليلى قالت: استنى، الذكاء أهم عشان نعرف ننقذ الغزالة. ليلى استخدمت قوتها واختفت وقربت من الصياد وهمست في ودنه. الصياد اتخض ومش عارف الصوت ده جاله منين. وفي نفس اللحظة يونس استخدم سرعته الخارقة وجري بسرعة على القفص عشان ينقذ الغزالة. أول ما وصل استخدم قوته الخارقة وشال القفص بكل سهولة وجري بيه بعيد بسرعة الصاروخ. أول لما الصياد شاف اللي حصل اتخض وجري وهو مرعوب وسايب كل حاجة وراه. الحيوانات فرحت قوي. يونس وليلى عرفوا إن حماية الطبيعة مسؤوليتنا كلنا. وبكده يا أصحابي خلصت حكايتنا النهاردة. استنونا في قصة جديدة وممتعة، وما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.